اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. في حله فيها سمنه سبتها تسخن ونزلت باللحم الضاني، هشوحها على الناحيتين لحد ما تاخد لون. ماشيه معاكم خطوه بخطوه علشان تشوفوا تشويحه اللحم ازاي اللي ما بيعرفش يشوح اللحمه. في المرحله دي كنت مسخنه ميه في الكتل وهضيفها على اللحمه. ضفت على الشوربه جزر وبصل وورق لوري وملح طبعا. شايفين اللحمه والشوربه ما شاء الله. في صينيه هنزل بطماطم مقطعاها هي والبصل جوليان، هضيف عليها البطاطس والبطاطس مقطعاها زي ما حضراتكم شايفين. بقلب البصل مع البطاطس مع الطماطم، وهنزل بالملح والفلفل والكمون وبابريكا مدخنة. وبقلب كل ده مع بعضه كويس. هضيف اللحمة، واللحمة هنا واخدة السوا كامل. وصفة صينية البطاطس باللحمة الضاني طعمها خطير. اللحمة معانا مستوية، فصينية البطاطس مش هتاخد وقت معاكي في الفرن. هظبط اللحمة على البطاطس، هضيف الشوربة دي اللي هي بتاعت اللحمة الضاني، وهدخلها الفرن. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. شايفين ايه الجمال ما شاء الله. لو عايزة تديها لون من فوق اكتر من كده بتولع عليها الشواية. ايه رأيكم؟ ما شاء الله. عملت معاها شوية رز بالمكسرات خطيرة، كنت عاملاهم قبل كده على القناة. ايه رأيكم؟ اللهم بارك.